ذلك لنجران على مر سنوات عديدة. هذا اللاعب يبقى على دكة البدلاء وكرة خطيرة وجول. خالد الزيلعي يسجل الهدف الرابع. يستحق هذا الهدف خالد الزيلعي في ظل ما قدمه جملة كروية جميلة جدا، وينشط الرواق الأيمن نشاط كبير. وخالد الزيلعي في هذه الدقيقة 54 يسجل كرة طويلة. وكما نلاحظ سعود حمود يقوم بالدور الكبير، وخالد الزيلعي بذكاء كبير يضع الكرة في الشباك وكأنه هداف ابن هداف، كأنه يلعب في خطة قناص، كأنه يلعب كقلب هجوم، برود أعصاب كبير جدا وبدقة كبيرة جدا.